السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهارده مع بعض كيكة البسبوسة او كيكة الروماني. مقادير سهلة وبسيطة. معايا كوباية ونص سكر. في الاول هنعمل الشربات وكوباية ونص مية. تمام، واقلبهم كده على البارد قبل ما ارفعهم على النار. تمام، عشان ما تاخدش وقت على النار. بعد التقليب مسحت الحروف عشان ايه السكر معانا ما يسكرش. اسيبه بقى يغلي 5 دقايق واطفي عليه. تمام، هحط بقى في الخلاط عندي 3 بيضات درجة حرارة المطبخ، كوباية الا ربع زيت، كوباية حليب. تمام، كوباية سكر، وكيس فانيليا. تمام كده. والمكونات دي بقى ايه؟ نخلطها كويس في الخلاط او الكبة بالشكل ده كده. تمام كده زي الفل. يبقى احنا حطينا 3 بيضات درجة حرارة المطبخ، حطينا كوباية الا ربع زيت، يكون زيت نوعيته حلوة، كوباية حليب، كوباية سكر، وكيس فانيليا. دي المكونات السائلة بتاعتنا. تمام كده. تمام، نجيب بقى المكونات الجافة بعد ايه ما نفضي المكونات السائلة واتخلطت كويس. هجيب بقى كوباية الا ربع دقيق سيمولينا او دقيق سميد، دقيق البسبوسة يعني. تمام، واحط كوباية دقيق عادي جمال استخدامات. كل المكونات دي انخلها. تمام. تمام كده، مع معلقة كبيرة بيكنج باودر. في الأثناء دي طبعا الفرن بتاعتي ولا عشان الكيكة تتحط على فرن ساخن مسبقا على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. هحط معلقتين حليب بودرة، واحط يعني ربع معلقة ملح. تمام كده. هنا بقى في المرحلة دي يفضل ان انا اخلط المكونات الجافة مع السائلة مع عدم التقليب كتير. عشان ايه؟ ما نشطش الجلوتين في الدقيق ويعمل لي عرق، والكيكة تطلع بتاعتي عاملة زي العيش. تمام، بالشكل ده كده. خلاص قلبنا شوية كده وخلاص، واتأكد ان المكونات اختلطت. هجيب بقى البايركس بتاعي مدهون، اي مادة دهنية عندك، وانزل بالمكونات بتاعتي بالشكل ده كده. تمام، خلاص كده. نخبطه بقى خبطتين كده على الرخامة وندخله الفرن. واول ما يطلع من الفرن يكون الكيكة بتاعتي سخنة والشربات بارد. تمام، هنزل بقى بالشربات بتاعي كله كده. لو شربت الشربات يبقى الكيكة بتاعتك ناجحة، ما شربتوش يبقى ايه؟ في حاجة غلط كده. بعد ما خلصت شربة الشربات هقطع بقى كده الكيكة بتاعتي. مش قادرة اقول لكم ريحتها ولا طعمها بقى تحفة. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه، وان شاء الله طريقة تعجبكم. آه طريقة سهلة وسريعة، تنفعك لو ضيوف جاتلك على غفلة، تنفعك لولادك الفطار العشاء. هنزوق بقى كده الوش بتاعها بشوية جوز الهند. هو في ناس بتحط جوز الهند فيها في قلبها وهي بتتعمل، بس احنا ما بنحبوش الصراحة. فانا ايه، زوقت من فوق كده عشان ايه؟ التصوير.